السلحفاة الغامضة رمز العمق والسر المدفون في علم الكنوز والدفائن. في أعماق منطقة جبلية هادئة وبين الصخور العتيقة التي صمدت أمام الزمن، اكتشف مجسم غريب. سلحفاة حجرية ضخمة منحوتة بعناية، ورأسها يشير نحو اتجاه محدد بدقة، كأنها تدل على طريق لا يعرفه إلا من يفهم لغة الرموز. اقترب الباحث من المجسم. لاحظ أن جسد السلحفاة ليس مسطحاً، بل ينحدر نحو عمق طويل في الصخر، كأنها تخبره ما تبحث عنه في الأعماق. السلحفاة في علم الكنوز والدفائن ترمز إلى الكنز العميق والمحصن، فبطئها لا يعني الجمود، بل الثبات والسرية. هي رسالة من القدماء بأن ما وضع تحتها ليس قريب المنال، وأن الوصول إليه يتطلب الصبر والحكمة، مثلما تعيش السلحفاة عمراً طويلاً في صمت وسكون. بدأت الحكاية عندما حاول أحد الباحثين في علم الإشارات أن يتتبع هذا المجسم النادر، وبينما كان يفحص الجزء الخلفي منه، وجد أن القشرة الحجرية ليست قطعة واحدة، بل تحتوي على خط دقيق جدا يشبه الغطاء. حينها أدرك أنه أمام رمز تكنيزي متقن الصنع. لكن ما زاده حيرة هو أن السلحفاة منحوتة فوق بئر طبيعي عميق، ما يعني أن الإشارة متعمدة وتشير إلى دفين في قاع أو نفق طويل. الخبراء يقولون إن مجسم السلحفاة ذو العمق الطويل يدل غالباً على كنز في بئر أو مغارة تمتد نحو الأسفل، وأن من وضعها قصد أن تكون حارساً على المدخل، لأن السلحفاة ترمز إلى الحماية والاستمرارية. لكن الأغرب من ذلك أن بعض الأساطير المحلية تقول إن من يكتشف السلحفاة يجب أن يكون حكيماً في قراراته، لأن من يتسرع بالحفر دون فهم الإشارة قد يغلق عليه السر إلى الأبد. في النهاية، تبقى السلحفاة التكنيزية واحدة من أكثر الرموز غموضاً في علم الكنوز والدفائن، رمز يربط بين الصبر والعمق، بين الحذر والكنز، وبين الماضي والحاضر. فهل هي مجرد شكل حجري، أم أنها رسالة تركها الملوك والحكماء لمن يجرؤ على فك أسرارها؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن السلحفاة تخفي كنزاً حقيقياً في أعماق الأرض؟ ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك لتصلكم أسرار جديدة من عالم الرموز والكنوز.